مجلس النواب بالأمس على قانون الإضرار تكون الحكومة قد تمكنت من إخراج واحد من أصعب وأعقد الملفات. يأتي هذا التصويت استكمالا لأعمال لجنة القطاعات الاجتماعية التي أقرت بعد إدخال أكثر من 330 تعديلا عليه. شهد القانون تعديلات عديدة أبرزها تحسين ديباجة التعريف، المرجعيات الأساسية والمبادئ الأساسية، إضافة إلى فروع جديدة تشمل التعاريف ومجالات التطبيق والمبادئ العامة. كما تم التوافق على صيغة جديدة للمادة الرابعة تحدد الجهات المخولة بالدعوة إلى الإضراب، مع إلغاء منع الإضرابات لأهداف سياسية واستبدالها بعبارة كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة. شملت التعديلات أيضا إعادة صياغة المادة 12 لتحديد الدواعي والأجال اللازمة للدعوة إلى الإضراب، وحذف المادة 16 وتعويضها بمقتضيات تحدد دور الجهات الداعية للإضراب في تأطير المضربين وضمان الأنشطة الحيوية بما في ذلك حفظ الصحة والسلامة المهنية، وكذلك يقلل من الأضرار الناتجة عن الإضرابات. كما تطرقت تعديلات أخرى إلى حذف المادة 21 وإضافة نص جديد يلزم بتوفير حد أدنى من الخدمات في المرافق الحيوية مثل الصحة والنقل والمرافق القضائية.